في دعاء الانسان لو دعاه كل يوم بفضل الله عز وجل، حطه في الصلاه، كل صلاه قبل ما تسلم من الصلاه ادعي الدعاء ده، قول رب اغفر لي ولوالدي ولاصحاب الحقوق عليا، اللي هم دول اصحاب الحقوق عليك، اللي هم دول اللي انت غلطت في حقهم، اللي له عندك حق، يعني نصبت، كذبت، غشيت، خنت، عملت اي شيء ان كان ايا كان، وغيبه، نميمه، اي شيء، يعني ده صاحب حق هيجي ياخد حقك منك يوم القيامه. رب اغفر لي ولوالدي ولاصحاب الحقوق علي وتحمل عني حقوق عبادك انك انت غفور رحيم. لو دعيت الدعاء ده كل يوم بفضل الله عز وجل، لعل الله عز وجل يتحمل عنك يوم القيامه. لو استجيبوا الدعاء ده، بس تصر عليه وتحرص عليه، لان في بعض الناس مثلا خلاص اللي هو عمل معاه مشكله، سافر او مات او ما نعرفش عنه حاجه، ما اعرفش اوصل له اصلا، حتى عايز اوصل له ما اعرفش بقى ده هندي ولا بنجالي ولا كذا، هجيبه منين؟ ولا اعرفش اهله ولا اعرفش عنه اي حاجه، هوصل له ازاي؟ ربنا موجود سبحانه وتعالى وسميع ومجيب وبصير وكل شيء. يدعو الله عز وجل بالدعاء ده، رب اغفر لي ولوالدي ولاصحاب الحقوق علي وتحمل عني حقوق عبادك انك انت الغفور الرحيم. يوميا يدعو الدعاء ده في كل صلاه. نسال الله عز وجل باذن الله، قمين ان يستجاب له باذن الله عز وجل، حري ان يستجاب له باذن الله سبحانه وتعالى. الدعاء ده هيربيك بقى، لما تدعي الدعاء ده كل يوم هتكتشف ان فعلا في حقوق عباد لازم تتخلص منها، فده هيربيك انك ما تعملش حاجات زي كده تاني تلجئك انك تقعد تتوسل ان ربنا يغفرها لك او كده، وما تعرفش دعائك هيستجاب ولا مش هيستجاب، ما نعرفش المساله هتوصل لفين، لكن لعل وعسى الله عز وجل يستجيب الدعاء ده ويتحمل عنا حقوق العباد يوم القيامه.